ميدانية أخف للاستخدام في المعارك المفتوحة. حسن باشا وضع خطة واضحة: سيعبر الحدود المغربية من الشرق، يتقدم عبر وادي ملوية ويتجه نحو فاس عاصمة المملكة السعدية. الاستراتيجية كانت بسيطة ومباشرة: القوة الساحقة. سيسحق أي مقاومة في طريقه، يحتل المدن الرئيسية ويجبر السلطان المغربي على الاستسلام أو الفرار. لكن حسن باشا ارتكب خطأ استراتيجيا فادحا: استخف بالمغاربة، نظر إلى المملكة كهدف ضعيف مفكك غير قادر على المقاومة الفعلية. اعتقدوا أن اغتيال السلطان محمد الشيخ قد كسر العمود الفقري للمقاومة المغربية. لم يدرك أن العكس تماما قد حدث. في المغرب كان السلطان عبد الله الغالب يستعد بطريقة مختلفة تماما. لم يكن لديه جيش نظامي ضخم مثل العثمانيين، لم تكن لديه المدفعية الثقيلة أو البنادق الحديثة بنفس الأعداد، لكن كان لديه شيء أهم: المعرفة العميقة بالأرض، الدعم الشعبي الكامل، والإرادة الحديدية للدفاع عن الوطن. عبد الله الغالب فهم أنه لا يمكنه مواجهة الجيش العثماني في معركة مفتوحة تقليدية. الأعداد والتسليح كانا لصالح العثمانيين، لذلك اختار استراتيجية مختلفة: استنزاف العدو، استدراجه إلى عمق الأراضي المغربية، ثم سحقه في موقع يختاره المغاربة بعناية. أرسل السلطان رسائل إلى كل القبائل المغربية. الدعوة كانت واضحة: العثمانيون قادمون لاستعباد المغرب. من يريد الحرية، من يريد الحفاظ على كرامته، من يريد الانتقام لمقتل السلطان محمد الشيخ، عليه أن ينضم للجيش الآن. الاستجابة كانت هائلة. آلاف المحاربين من القبائل البربرية والعربية في المغرب تدفقوا للانضمام إلى الجيش السلطاني. لم يكونوا جنودا نظاميين، لكنهم كانوا محاربين شرسين، يعرفون كل شبر في أراضيهم ومستعدين للموت دفاعا عنها. كان هذا جيش شعب، لا جيش دولة فقط. القيادة العسكرية المغربية بدأت في إعداد ساحة المعركة. اختاروا وادي اللبن، موقعا استراتيجيا بعناية فائقة. الوادي كان ضيقا، تحيط به التلال من الجانبين. التضاريس الوعرة تجعل المناورة صعبة للجيوش الكبيرة. المدفعية الثقيلة ستكون عديمة الفائدة تقريبا في هذا التضاريس. سلاح الفرسان لن يستطيع الاستفادة من سرعته وقوة دفاعه. المغاربة حصنوا الموقع بذكاء، وضعوا الرماة على التلال، حفروا خنادق ومتاريس لحماية المشاة، أعدوا طرق انسحاب سرية في حال احتاجوها. كل شيء كان محسوبا بدقة. في أواخر أغسطس من عام 1558 عبر حسن باشا الحدود المغربية، الجيش العثماني تقدم ببطء ولكن بثبات. القرى الحدودية الصغيرة لم تقاوم. الحاميات المغربية انسحبت دون قتال. هذا زاد من ثقة حسن باشا. اعتقدوا أن المغاربة جبناء يهربون أمام القوة العثمانية، لكن ما لم يدركه حسن باشا هو أن هذا الانسحاب كان مخططا له. المغاربة كانوا يطبقون تكتيك الأرض المحروقة. أخلوا القرى من السكان، أخفوا الطعام والماء، دمروا الطرق والجسور خلفهم. الهدف كان واضحا: جعل تقدم الجيش العثماني بطيئا، صعبا ومكلفا. كلما تقدم الجيش العثماني أعمق في الأراضي المغربية، كلما أصبحت الإمدادات أكثر صعوبة. خطوط الإمداد امتدت لمئات الكيلومترات. الطرق كانت سيئة، المياه نادرة، الطعام يجب جلبه من الجزائر. الجنود بدأوا يشعرون بالإرهاق والإحباط. في نفس الوقت كانت مجموعات صغيرة من المحاربين المغاربة تشن هجمات خاطفة على مؤخرة الجيش العثماني. يهاجمون قوافل الإمداد، يقتلون الحراس، ثم يختفون في التضاريس الجبلية قبل أن يتمكن العثمانيون من الرد. هذه الهجمات لم تكن كبيرة بما يكفي لوقف الجيش، لكنها كانت كافية لإرهاق الجنود وإضعاف معنوياتهم. حسن باشا بدأ يشعر بالقلق. التقدم كان أبطأ مما توقع. الجيش كان يعاني. المعلومات عن موقع الجيش المغربي الرئيسي كانت متضاربة، لكنه كان عالقا الآن. لا يمكنه التراجع دون أن يبدو فاشلا أمام السلطان في إسطنبول. يجب عليه المضي قدما. في منتصف سبتمبر وصلت تقارير استخباراتية لحسن باشا تفيد بأن الجيش المغربي الرئيسي متمركز في وادي اللبن على بعد مسيرة يومين. القادة العثمانيون ناقشوا الخيارات. بعضهم حذر من أن هذا قد يكون فخا، لكن حسن باشا رفض الاستماع. كان يريد المعركة الحاسمة،
كان واثقا من أن جيشه المتفوق عددا وتسليحا سيسحق المغاربة بسهولة. أمر حسن باشا الجيش بالتحرك نحو وادي اللبن. الجنود ساروا عبر الوديان والتلال. الحرارة كانت شديدة، الغبار يملأ الهواء، المعنويات منخفضة، لكن الانضباط لا يزال قويا. كانوا يتجهون نحو مصيرهم. في 15 سبتمبر وصل الجيش العثماني إلى مشارف وادي اللبن. من على التلال البعيدة رأوا الجيش المغربي منتشرا أمامهم. بدأ أقل عددا، أقل تنظيما. حسن باشا ابتسم. أخيرا المعركة التي جاء من أجلها. لكنه لم يعرف أن المغاربة كانوا ينتظرون هذه اللحظة منذ شهور. الفخ كان جاهزا. ما كان على وشك الحدوث سيغير مجرى التاريخ إلى الأبد. في فجر 15 سبتمبر عام 1558 استيقظ الجيش العثماني على صوت الطبول المغربية. الصوت كان يتردد عبر الوادي، صوت تحد وتحذير. حسن باشا خرج من خيمته ونظر نحو الأفق. الجيش المغربي كان مصطفا على الجانب الآخر من الوادي. الرايات تلوح في الريح، المحاربون يهتفون. الوادي نفسه كان حوالي 2 كيلومترين طولا و500 متر عرضا في أضيق نقاطه. التلال على الجانبين ترتفع بحدة، مغطاة بالصخور والشجيرات الكثيفة. الأرض في قاع الوادي كانت غير مستوية، مليئة بالحجارة والشقوق. هذا لم يكن مكانا مثاليا لجيش نظامي كبير. حسن باشا أمر بنشر القوات. الانكشارية في المقدمة، مسلحين ببنادقهم وسيوفهم. خلفهم المشاة العاديون. على الجانبين سلاح الفرسان السباهي جاهز للاندفاع. المدفعية في المؤخرة، لكن وضعها كان صعبا بسبب التضاريس الوعرة. الجيش العثماني كان يبدو مثيرا للإعجاب، لكن المكان لم يكن في صالحه. على الجانب الآخر الجيش المغربي كان منظما بطريقة مختلفة تماما. المحاربون القبليون في المركز مسلحون بالسيوف والرماح والدروع. على التلال آلاف الرماة مختبئون بين الصخور. في الأجنحة فرسان مغاربة خفيفو الحركة، يعرفون كل ممر وكل مسلك في هذه الأرض. القيادة كانت واضحة. دع العثمانيين يدخلون الوادي. ثم أغلق المصيدة. في 8:00 صباحا أمر حسن باشا بالهجوم. الطبول العثمانية دقت. الانكشارية تقدموا في صفوف منتظمة. كان الهدف بسيطا: اختراق المركز المغربي، تفريق الجيش، ثم المطاردة والسحق. هذه كانت التكتيكات العثمانية القياسية التي نجحت في عشرات المعارك عبر أوروبا وآسيا. الانكشارية دخلوا الوادي. المسافة بين الجيشين بدأت تقل. 600 متر، 500، 400. المغاربة لم يتحركوا. 300 متر، 200. فجأة صرخة واحدة ارتفعت من التلال. آلاف الأسهم انطلقت من الجانبين. الرماة المغاربة المخفيون على التلال بدأوا هجومهم. السهام سقطت كالمطر على الانكشارية. الدروع حمت بعضهم، لكن الكثيرين سقطوا. الصفوف بدأت تتفكك. الارتباك بدأ ينتشر. حسن باشا صرخ بالأوامر. الانكشارية يجب أن يستمروا في التقدم. المدفعية حاولت الرد على النار، لكن الرماة المغاربة كانوا مخفيين جيدا، والتلال جعلت التصويب شبه مستحيل. سلاح الفرسان حاول الصعود على التلال لطرد الرماة، لكن التضاريس الوعرة والصخور جعلت ذلك انتحارا. الانكشارية وصلوا إلى مسافة 100 متر من المركز المغربي. أطلقوا بنادقهم. الطلقات أصابت بعض المحاربين المغاربة، لكن ليس بالقدر الكافي لكسر الصفوف. المغاربة ردوا برمي الرماح والحجارة. المعركة أصبحت فوضوية وقريبة. ثم حدث ما لم يتوقعه حسن باشا. الأجنحة المغربية تحركت. آلاف الفرسان المغاربة اندفعوا من الجانبين، لا باتجاه المركز العثماني بل باتجاه مؤخرة الجيش. كانوا يحاولون قطع طريق الانسحاب. القوات العثمانية في المؤخرة، المسؤولة عن حماية الإمدادات والمدفعية، لم تكن مستعدة لهجوم بهذا الحجم. الفرسان المغاربة اخترقوهم كالسكين في الزبدة. المدفعية سقطت في أيدي المغاربة. خطوط الإمداد قطعت. الجيش العثماني أصبح الآن محاصرا داخل الوادي. حسن باشا أدرك الكارثة. هذه لم تكن معركة عادية، هذا كان فخا محكما. أمر بالانسحاب الفوري، لكن الانسحاب من معركة ضارية في تضاريس ضيقة هو أصعب مناورة عسكرية. النظام بدأ ينهار. الانكشارية في المقدمة حاولوا التراجع، لكنهم اصطدموا بالمشاة خلفهم الذين كانوا لا يزالون يحاولون التقدم. الفوضى انتشرت. الصفوف اختلطت.
الأوامر لم تعد تسمع وسط صراخ الجرحى وصوت المعركة. في تلك اللحظة أمر القائد المغربي بالهجوم الشامل. المركز المغربي الذي كان يقاوم دفاعيا حتى الآن اندفع للأمام. آلاف